كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد ومبارك علينا جميعا يا رب. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة أطباق الرنجة الخطيرة جدا. هوريكي معايا النهاردة نوعين من سلطة الرنجة بس الطعم حكاية. مش قادرة أقولك واحدة اللي هي بالفلفل المشوي خطيرة واخدة طعم التدخينة ازاي، ولا التانية البيوري اللي بجد بجد سهلة ومقبلات بطريقة حلوة جدا. هنشوف النهاردة مع بعض طريقة تنظيفي في الرنجة، وهنقدم مع بعض كذا طبق يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو عجبك الفيديو لايك وشير. اول حاجة معايا انا هعمل معاكم واحدة وهكمل باقي الكمية. الرنجاية بتجيبها كده، انا ما بحشوهاش على النار، انت حابة ان انت تشويها والقشرة تفصل لوحدها مفيش مشكلة خالص. معايا المقص بتاعي وببدأ اقصها كده من النص، وبعد كده ببدأ اشيل السلسلة بتاعتها اللي هي الشوكة اللي في النص دي، وابدأ اقص الاطراف اللي من على الجنب ده ومن على الجنب ده، مش بنحتاجها في اي حاجة. المقص بقى بيسهل عليك الحكايه في المرحله دي جدا. بالسكينه كده بقى واقعد اكحت الحاجات السوداء اللي على جنب ده، ننقلها بقى في طبق نظيف. وبصوا هنيجي هنا من فوق، من فوق كده تشدي القشره بالراحه خالص، وبعد كده تسحبي على طول الرنجايه هتطلع معاكي بطولها ومش هتتقطع معاكي. بس لما نيجي نشدها ونسحبها نسحبها مره واحده، ما نوقفش في النص. فاهمين؟ يعني هي كانت هتتقطع مني هنا. شايفين بتطلع معايا زي الفل والجلده بتطلع ما فيهاش اي حاجه. هاجي بقى في كل فص من فصوص الرنجة هقسمه الاتنين ليه، عشان نعمل مع بعض اساور الرنجة ونزوق بيها احلى اطباقنا. وبصوا هتاكلوا صوابعكم وراها. نيجي تاني مرحلة، هنبدأ في اول سلطة الفلفل المشوي بالرنجة، ونشوي الفلفل الالوان. معايا انا شويته على النار من فوق بالمنظر ده. بعد كده نشيله. مجهزة بقى هنا خلطة بصل هتكفيني الأطباق كلها. بصل أحمر متقطع بالمنظر ده، وحط عليه معلقتين صغيرين من السكر وخل. كل المية اللي فيه ده خل يا بنات، وسايباهم على جنب. وجهزت خضاري كله. وتعالوا نشوف بقى نوع السلطة ده. عبارة عن حطي بصل كتير شوية، وبعد كده نزلت معايا فلفل اخضر، وبعد كده نزلت معايا بصل اخضر، ومعلقتين كبار من المايونيز. ونقطع الرنجة قطع صغيرة وننزل معانا بطحينة كده. وبقى اديها ليمون، بتحب الليمون جدا الرنجة. بس كده. وحطيت كمان 3 معالق كبار من الخل. ومعايا الفلفل المشوي اللي احنا شويناه مع بعض، قطعته بالمنظر ده مكعبات صغيرة ونزلته عليه. ندي بقى رشة كزبرة بسيطة، شعرة فلفل اسود بسيطة قوي، رشة كمون، بابريكا معايا، وشطة حسب الرغبة. ومعاكي بقى الزيت وقلبي. وكمان يا سلام لو عندك شبت مفروم، شبت كده او تقطعيه قطع صغيرة تقلبيهم مع بعض. طعم فظيع، طعمها مدخن وطعمها تحفة جدا. تعالوا بقى يا بنات نقدمها مع بعض. عملت بقى الاساور الرنجة اللي احنا عملناها مع بعض، بزود بيها الاطباق بتاعتي. بحط قطعة رنجة في النص كده وفيها طماطمايه، العين بتاكل قبل البق كده. وبصوا يعني الطبق شكله بيشجع اصلا. ادي رشة زيت من الوش كده عشان نلمع الطبق بتاعنا. جرنشة بقى كده بصل اخضر مع فلفل اي حاجة، وكده زي الفل قوي. تاني يوم مع السلطة معايا اللي هي السلطة البيوري، هننزل كده معانا في الكبة بقطع الرنجة المتقطعة حتت صغيرة. وبعد كده هننزل بثلاث طماطمات انا مقطعاهم مكعبات كده. وننزل برضو بمعلقتين كبار من البصل بتاعنا اللي هو بالخل. وكمان نزلت بفلفل اخضر. وانزل بقى بالطحينه. الطحينه هي البطل الرئيسي معانا، بتظبط الطعم جدا جدا. انزلي بحوالي 5 معالق كبار من الطحينه مليانين كده. تمام. بصوا هتعجبكم جدا، بس جربوها ولازم تقولوا لي تعليقاتكم ايه ورأيكم فيها ايه. ننزل بقى بشويه كده، يعني ايه، ربع كوبايه صغيره، فنجان صغير من الليمون. وندي رشه كزبره، رشه كمون، شعره فلفل اسود بسيطه، وكمان رشه بابريكا، وكمان شطه. ونزلت بحبه بقدونس يعني هنفرمه معاهم. مش عايزه تنزلي بالبقدونس براحتك خالص. ضربناهم مع بعض لحد ما القوام والشكل بقى قمر كده. ننزل بيهم في طبق التقديم معانا بالمنظر الجميل ده. نحط اسوره من بتوع الرنجة معانا في النص، والطماطمايه بتاعتنا الشعار بتاعنا النهارده. وجرنشي بقى الطبق بصل اخضر، فلفل اخضر متقطع، قلت اكسر اللون هنا. حطيت قطع من فلفل الالوان الاصفر، وشرايح الليمون طبعا، يعني هو رنجة يعني ليمون. رشة الزيت وبس كده. تعالوا بقى نجهز الطبق اللي هو قطع الرنجة. شايفين؟ قطعتها كده بالمنظر ده وحطيتها بالمنظر ده، واسورتين كمان في النص. ادي بقى طحينة مع طبعا عصير الليمون مع رشة الزيت بتاعتك. وبصوا الطبق ده قمر وجرنشيه بقى. وبصوا يعني تحفة، مش عايزة اقول لكم.
تعالوا بقى نجهز معايا الفسيخ. مين بقى بيحب الفسيخ زي هنا؟ بصوا بقى، الفسيخ ده بقى انا جايبه الفسيخه وخليتها بالمنظر ده، بالمقص بقطعها من النص واشيل السلسله بتاعتها، وبتخليها يا اما بالمعلقه يا اما بالسكينه. انا بفضل اخليها بالسكينه، بتتخلي معايا بكل سهوله. نزلت بباقي الكميه بتاعت البصل اللي هو بالخل والسكر اللي سايبينهم في الاول خالص، ونزلت ببصل اخضر، ونزلت بطحينه 3 معالق كبار من الطحينه، وكمان نزلت بليمون، عصير ليمون بقى حلو قوي يعني كتير شويه، والزيت معانا. بصوا الخلطة بتاعت الفسيخ دي لازم تجربي الإضافات دي على الفسيخ، وشوفي وكلي أطعم فسيخ في الدنيا. أطباقنا جميلة، لو انتي ما بتحبيش الرنجة من المنظر ده هتحبيه، أو لو انتي نفسك تأكلي حد رنجة وهو ما بيحبهاش خالص، بصي فرجيه بس على الفيديو ده وإن شاء الله هيعجبه. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أنا تعبت جدا فيه، يا ريت لايك وشير.